تورتتنا بقى النهارده حكايه لكل بقى محبين النادي الاهلي والاهلاويه واللاعبين والحاجات دي كلها. التورتيه دي بتاعتهم. كل مشجعين النادي الاهلي يجمعوا كده معانا النهارده. هنعمل تورتيه قمر. مقاديرها اقتصاديه جدا، وهقول لكم الحجم وهقول لكم السبونج وهقول لكم ازاي نوصل للون الاحمر الجميل ده جدا. بكل سهوله من غير ما نتعب ولا اي حاجه. كل حاجه ان شاء الله هنقولها مع بعض في الفيديو. اول حاجه كده، انا المفروض التورتيه دي كانت مطلوبه مني يعني تكون تورتيه صغيره، فكنت هعملها مقاس 18 بربع كيلو دقيق اسبونج وربع كوبايه من الميه وثلاث بيضات ورشه من الفانيليا ورشه من الخل ومعلقه من المحسن الجل، معلقه صغيره من المحسن الجل. بس انا صورت الطبر كبير، اللي هو اللوجو بتاع الاهلي كان كبير، فعملتها في صينيه مقاس 22. عملت معايا 3 طبقات، يعني نفس المقدار الاسبونج ده عمل معايا في صينيه مقاس 22 3 طبقات. 3 طبقات حلوين جدا وهشين جدا وسمكهم كويس جدا جدا جدا. وطبعا كل ما هنكبر فهتدي معانا عدد افراد اكتر، وبنفس الاسبونج مقدار الاسبونج اللي احنا كنا هنستخدمه في الصينيه اللي هي مقاس 18، بس كانت هتطلع معانا طبعا طبقات اكتر او اعلى. زي ما انتم شايفين كده، انا عملتها خبزتها وحطيتها في الفرن على درجه حراره 180 3 ارباع ساعه، وغطيتها، وتاني يوم اشتغلت فيها. بدات ان انا اشيل الطبقه الملزقه والقشور اللي تحت واظبط كل الحاجات دي، واسقيها بسيرب اللي هو الخفيف، اللي هي لكل كوبايه من السكر كوبايتين من الميه، ويغلوا غلوه كده، وتعصر عصره ليمونه ورشه فانيليا، وتسيبيها طبعا لما يبردوا، تحطيها معاكي في اي حاجه تبداي تسقي بيها اي كيكه انت حباها. حشيت الطبقات بتاعتي بمكسرات وصوص شوكولاته وكريسبي. وعملت تجليسه كده، اللي هي التجليسه الاولانيه دي. بحبها قوي قوي قوي، بعملها وحطيتها في التلاجة من بالليل لتاني يوم. قبل ما ابدا اشتغل فيها التجليسه الاخيره دي، بتشيل معايا بقى كل الفرافيت، بتجلسي بكل سهوله، ما بيطلعش معاكي في الطبقه الاخيره بقى الفرافيت والحاجات اللي هي بتضايق، خصوصا بقى ان الكريم شانتيه اللي هو مفرهدني بجد. بيسيح بطريقه فظيعه، فبضطر ان انا اقلل كميه السوائل، وده طبعا بيهدر معايا كريم شانتيه كتير جدا في الحر ده. اللون الاحمر انا وصلت له بستخدم الالوان اللي هي الجل، اللي هي ماركه ماجيك. بصراحه اللي هي سوبر ريد ماجيك، بصراحه فظيع. بيدي معايا اللون الاحمر بكل سهوله، ما بضطرش ان انا احط عليه اللي هو نقطه من نقطه اسود او نقطه بني والكلام ده، لا، ما بحطش معاه اي الوان تانية، وبيديني اللون زي ما انتم شايفين. اللون جميل جدا وتحفه جدا جدا جدا. طبعا في الحر اللي احنا فيه ده بنحتاج ان احنا نعمل كل خطوة ونحطها في الفريزر او التلاجة ما لا يقل عن ساعتين. يعني انت هتعملي الطبقات وتسيبيها ساعتين، وترجعي تعملي التجليسة الاولانية دي وتسيبيها بقى احسن كمان من بالليل لتاني يوم الصبح، وتقدري بقى دي انت تجلسي التورتايه بقى. التجليس الاخير ده مثلا لو انت هتسلمي التورتايه بالليل، تعمليها الصبح بدري قوي، وخصوصا في قطعة النور الرهيبة دي. فتعمليها الصبح بدري عشان ياخد معاكي، ترتاح خالص في التلاجة وتمسك نفسها كده. طبعا انا كان مطلوب مني الجملة دي. انا بسأل اللي هيعمل، اللي عايزه تعمل التورتايه دي، انت عايزه تعملي ايه، اللي انت حابه ايه، الاشكال، اللوجو مثلا، لو انت عايزه تحط لوجوهات، عايزه تحط صور، هتكتبي عباره ايه. كل حاجه هي اللي قايله لي عليها، اللي هي مثلا تورتايه للنادي الاهلي واكتبي كذا. انا عملت بقى روزتات من تحت، وعملت روزتات من جنب، وحطيت اللي هو التوت الاحمر ده. ده طبر الاهلي ورق خفيف خالص، فطبعا الورق دون يعني ارخص من صورة الشوجر شيك كتير جدا جدا جدا. وبحط عليه كيس كده من ورا، وبقوم لازقاه بحته شمع صغيره كده، عشان لما احط على التورتيه ما تبصش وما تسحش، لانها طبعا ورق، فسهل ان هي تبوظ او تسيح. وكمان عشان اللون الاحمر ما يهدش على الصوره ويبوظ شكلها خالص. فبحط اللي هي اصلا الصوره بتجيلي كده في فايل، فانا بقطع الحته من الفايل على قد الصوره كده، واقوم لازقاه بحته شمع صغنونه كده، او دبل فيس او اي حاجه، المهم يبقى عازل كده، الكيس يبقى عازل، وتقدري تشيلي الصوره بكل سهوله تحتفظي بيها. في نفس الوقت هتقطعي بقى الكيكه واستفدت ان انت 8 تورتايه مع قلوب كده. يكون الفيديو بتاعنا انتهى، رب يكون عجبكم. معاكم